علاج البطن من الغازات والانتفاخات مع زيادة البكتيريا النافعة. الطريقة الصحيحة والصحية لصنع حريرة أو شربة رمضان طريقة الأجداد، مضاف إليها مكونات مدروسة طبيا وصحيا. نبدأ بأول مكون وهي الخميرة المصنوعة في البيت، تكون بدون إضافة لا الفول ولا التمر ولا الخل، بطريقة جديدة وصحية. هذه البكتيريا جد نافعة وهي التي تعطينا الراحة والابتعاد عن النفخ والآلام والمغاص بعد الأكل. اللي يحب يشوف الطريقة يكتب لي في التعليقات. نقوى الحلبة ليلة كاملة، ويقدم ملعقتين في كل مرة عندما نقوم بتحضير هذه الحريرة أو الشوربة، فهو نافع جدا للكبار والصغار. زد على ذلك الحمص الذي ينقع في الماء ليلة كاملة. في الصباح نقوم ب يعني فصل القشر الذي يسبب الغازات والانتفاخات، ونقوم بفرزه ووضعه في منديل خاص للطبخ. لذلك علينا أن نستعمله عبارة عن حزمة حتى يسهل علينا يعني مزجه في النهاية مع اللحم. كذلك الفلفل الأسود حب أحسن، لأننا نريد أن نطحنه في البيت تفادي الغش. الفلفل المطحون في الأسواق يضاف إليه الكركم سواء الطري أو المطحون حتى تتفاعل مادة الكركمين جيدا في الجسم. زيادة على كل هذه المكونات الصحية نضيف منقوع ملعقة كبيرة من الأرز، وكذلك ملعقة كبيرة من العدس، تنقع ليلة كاملة. يصفى يرمى الماء، لأن الماء هو اللي يسبب الغازات والمغص والانتفاخات. نغسله جيدا. هنا نرجع نحطه على جانب ونرجع للخضار اللي معانا: البقدونس والقزبر، الكرافس، حبة بطاطا، حبة كابوية اللي هي الكوسة، حبة جزر، حبتين من اللفت، حبة بصل، وحبة طماطم. هنا يغسل الكل ويقطع. البهارات الصحية جدا اللي يستعملوها الأجداد: القرنفل المطحون، الفلفل الأحمر، الكمون، القرفة سواء كانت يعني عود القرفة أو مطحونة، والزنجبيل. نأخذ اللحم ونقوم بتغليته جيدا، وهذه الطريقة هي الصحيحة لطهي اللحم. نغليه من الدم والشوائب الغير صحية، وترمى الطبقة التي تطفو على السطح. كذلك بعد ما نقوم بهذه العملية يصفى الماء ونضعه في جانبا، ونأخذ اللحم ونضعه في طنجرة الضغط. ملعقة كبيرة من السمن الحيواني وليس النباتي، لأن السمن الحيواني هو الصحي. نقلي اللحم مع البصل المقطع والطماطم، نضيف إليه الماء اللي صفيناه من اللحم، كمية الخضار المقطعة، حزمة الحمص، ملعقتان صغيرتان من منقوع الحلبة، البهارات الصحية اللي ذكرناها جيدا، نضيف الملح، منقوع الأرز والعدس. هنا في الطهي يعني بعد ما نطهي هذه المكونات كلها، اللحم مع الخضار، إذا شفتوا أن اللحم مطهو جيدا نفصل الآن حزمة الحمص ونقوم بتفتيت اللحم ومزجه مع الحمص، ونقوم بطحن الخضار جيدا. هنا نضيف لهم المرحلة الأخيرة، نضيف لهم اللحم اللي فتتناه مع الحمص، زائد الشعرية سواء كانت يعني شعرية أو البرغل. المهم تكون، أنا نظن البرغل يكون أكثر صحة، حبيتوا ديروا البرغل أو أي شيء آخر. المهم ملعقة مع القزبر والملح، حابين تضيفوا الملح. وزيد على ذلك ما تنسوش انكم تصنعوا الطماطم في البيت، راح لكم طريقه سهله جدا، طماطم مصبره. نضيف لها دائما شويه زعتر وزيت زيتون، حابين تطلبوا الطريقه في التعليقات. نضيفها في الاخير باش تعطي هذيك الحموضه مع حموضه الخميره. هنا كي زدنا 3 معالق كبيرة من الخميرة. هذه الملاعق ما تكونش ملعقة الأكل ولكن ملعقة الطبخ، يعني 3 ملاعق، لأننا ضفنا كمية من الماء. هنا راح تكون انسجام بين كمية الماء مع الخضار اللي ضفناها زائد الخميرة. مع الوقت لما نحطها 20 دقيقة فوق النار على النار هادئة تبدأ تغلي، وهنا يتحول هذا السائل اللي كان خفيف جدا إلى سائل منضبط، يعني تكستور حريرة لذيذة جدا. نقدموها مع القرنفل والزنجبيل وعصرة ليمون، وذوقوا لي هذا البنة والصحة اثنين مع بعض. حبيتوا كيفية أخرى؟ أنا متواجدة دائما نريمان جزائري في راديو حنين من المهجر.